طبعا كانت في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة الهدف الأول عن طريق سامويل أوسو بالنسبة لنادي الزمالك في 8 دقائق لعب من المباراة. بعد 8 دقائق من هدف سامويل أوسو تحديدا في دقيقة 16 شيكابالا من كورنر رأسية محمود فتح الله يسجل هدف التعادل. بعد ذلك في الدقيقة 27 الهدف الذي كان حوله جدال كبير وخطأ وكارثة تحكيمية، يحتسب هدف لعمر زكي في الدقيقة 27، ومن ثم من كرة ملعوبة ما بين شيكابالا وأحمد حسن يسجل أحمد حسن الهدف الثالث في الدقيقة 31 من شوط المباراة الأول. في الشوط الأول أيضا في الدقيقة 40 هدف آخر أثار جدلا كبيرا، لمسة يد لعمر زكي يسجل منها الهدف الرابع والثاني له في الدقيقة 40. ركلة جزاء للعودة لأحمد حسام ميدو في الدقيقة 80 من عمر المباراة. ختام للبديل الثاني لنادي الزمالك هو حسين حمدي صاحب الهدف الثالث، تمريرة حلوة من أحمد حسام ميدو إلى عبد الشافي، ومن ثم حسين حمدي يسجل الهدف السادس ويختتم مهرجان الأهداف. وتوقعها كابتن حسام إن مباراة